النهارده هنعمل حاجة خطيرة. شايفين معايا الفطير التحفة ده اللي باللحمة؟ بصوا اللون خطير ازاي، بجد شكله تحفة. تعال اقول لكم هنعمل الفطير الحلو ده ازاي. اول حاجة معايا هنجهز العجينة، هنجيب العجان او ممكن تعجنوها بايديكم مفيش مشكلة. معايا هنا نص كيلو دقيق منخول هنحطه في البولة، معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، وهنقلب المواد الجافة مع بعض. طبعا نقدر نحط الخميره على الميه، بس انا الخميره بتاعتي كويسه فهشتغل على طول، وبرده انا مش عايزاها تخمر قوي فعشان كده هشتغل برده على طول. معايا هنا 350 مللي ميه، 350 مللي ميه دافيه، دول حوالي كوبايه وتلت، فانا هنزل مثلا كوبايه وهخلي شويه لو احتجتهم هزودهم. قبل ما احطهم في العجان هديها تقليبه بس. بعد كده هنشغل العجان بتاعنا، في البدايه هيبقى على سرعه هاديه. العجينه لسه محتاجه ميه فهكمل باقي كميه الميه اللي معايا، يبقى انا كده استخدمت كوبايه وتلت ميه. طبعا ده بيفرق على حسب نوع الدقيق، في دقيق بيبقى امتصاصه عالي بيحتاج سوائل كتير وفي دقيق لا. هنبدا بقى نعجنها كويس جدا لمده 5 دقايق. وده شكلها بعد ما عجناها 5 دقايق. بصوا العجينه بطبيعتها ما بتبقاش تقيل قوي. هدهن ايدي بس نقطه زيت بس عشان ما تلزقش في الجلافز بالشكل ده. بصوا معايا، عايزه اوريكم العجينه حلوه ازاي. العجينه طريه وفيها عرق، بصوا يعني هي مش عجينه ناشفه، لا هي عجينه بطبيعتها طريه. هتحسوها في البدايه ان هي ملزقه، لو حسوها ملزقه قوي زودوا لها معلقه دقيق، بس انا ما احبش تزودوا لها كتير لان هي شايفين هي بتلزق، بس ايه معجونه كويس جدا. هنجيب بقى بوله وندهنها بقى شويه زيت بالشكل ده، وندهن كمان العجينه بتاعتنا، وانا هسيبها بس تستريح نص ساعه مش اكتر من كده. وانا هغطيها بستريتش او فوطه، هنسيبها على جنب نص ساعه وارجع لكم. تعالوا نجهز حشوه الفطاير. معايا هنا 400 جرام لحمه او 500 جرام لحمه مفرومه براحتكم على حسب المتاح عندكم، من 400 جرام ل 500 جرام. معايا هنا بصله مبشوره، يعني ايه انا ايه مش هعصرها قوي من الميه، بس يعني ايه هحاول ما تبقاش ايه فيها ميه كتير. بصوا اهو، يعني هي لسه فيها ميه بس انا مش عصرها قوي. ودول هنخليهم وهنصبع بيهم. معايا هنا قرن فلفل سبايسي او رومي وهقطعه صغير، معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، معلش البصل وعمايله بدل نمكد عليكي. عماد منكد عليا. ومعلقه صغيره دبس رمان، ولو مش موجوده عندكم تقدروا تستغنوا عنها مفيش مشكله. وهبدا بقى ايه اعجن اللحمه دي كويس جدا. عايزين تضيفوا اي توابل تاني انتوا بتحبوها تقدروا، بس انا عايزاها بيزك خالص. وبعد ما عجناها كويس هنغطيها بقى ونسيبها، هنغطي اللحمه ونسيبها تتشمع في التلاجة نص ساعه وارجع لكم ونروح نجهز الفطير بتاعنا. ده شكل العجينه بتاعتنا بعد ما سيبناها تستريح نص ساعه. بصوا انا مش عايزاها تخمر قوي، انا يا دوبك بس عايزه الحجم يبدا ايه تستريح وتبدا تتضاعف حاجه بسيطه. وهبقى مجهزه معايا هنا نص كوبايه سمنه على ربع كوبايه زيت، او تقدروا تستخدموها زبده وزيت براحتكم. انا عن نفسي استخدمت نص كوبايه سمنه وعليها ربع كوبايه زيت. وايه نقلبهم كده مع بعض، ونجيب الصينيه اللي هنقطع فيها ونحطها ايه ندهنها كويس جدا بالشكل ده. طبعا انا دهنت ايدي فايه ناخدها كده ونبدا بقى نقطعها قطع صغيره، يعني من 16 مثلا ل20 كوره. نكورهم ونحاول نخليهم قد بعض، يعني اكبر من الليمونه حاجه بسيطه. طبعا التحكم بالجلافز حاجه سيئه بس انا ايدي متعوره. هنكورها كويس جدا بالشكل ده. نبدا بقى ايه هكورهم كلهم وارجع لكم. قطعناهم 20 كوره. هنجيب السمنه والزيت ونروح ايه مغطسين كل كوره بتاعتنا
بالشكل ده، وهنحطهم في الطبق او في الصينيه يستريحوا. وده شكلها بعد ما حطيناها في السمنه والزيت. غطيناها بستريتش وهسيبها تستريح تلت ساعه نص ساعه كده وارجع لكم تاني. تعالوا بقى بعد ما سيبنا اللحمه بتاعتنا استريحت شويه، ميه البصل حطيت لها ملح وفلفل وشويه بابريكا ومعلقه زيت بس. دي هتساعدني في التصبيع وكمان بتدي نكهه حلوه. هديها تقليبه. طبعا انا هستخدم ايدي عشان ايه كده كده هصبع يعني. هنشيل بقى ده ونبدا نعمل ايه. انا هعملهم 20 قطعه على نفس عدد القطع بتاعه اهو. نحاول ايه نكورها بالشكل ده. عشرين قطعة ونحاول نخليهم قد بعض. عايزين توزنوهم وزنوهم يعني، بس يعني ايه انا هشتغل بالبركة النهاردة. عماد مستغرب طبعا عشان دايما كل حاجة بوزنها له. خلاص اللحمة بتاعتنا بقت جاهزة، هنركنها على جنب. وادي كمان الفطير بتاعنا سيبناه يستريح. فايه هناخد واحدة كده، وطبعا ايه ناخد واحدة بالخيرات يعني حبة سمنة على زيت، ونبقى مجهزين جنبنا صينية دهنينها سمنة على زيت برضو بالشكل ده. ندهن برضو ايدينا والبوردة تبقى مدهونة، ونبدأ ايه نفردها. افردوها بقى ايه بالمردانة الكبيرة، مردانة صغيرة براحتكم. انا هجرب كده واشوف الاسهل بالنسبة لي. بصوا طالما مرتاحة بتتفرد معانا بسهولة بالشكل ده. ولو احتاجناه من جوه فايه اديها دهنه مفيش مشكله. حاسه ايدي اسهل من انا اقعد اعملها بالمردانه بالشكل ده، واروح مطبقاها كده وكده بالشكل ده. بصوا طبقه تطبيق، ونروح حاطينها في الصينيه وهنفردهم كلهم بنفس الطريقه بايدينا كده. عايزين تفردوها بالمردانه برضو براحتكم اهو. ممكن ايه عايزين تساعدوا براحتكم، بس انا حاسه المردانه هتقطعها مني فخليني اعملها بايديا احسن بالشكل ده. نروح تانيينها كده بالشكل ده، ونديها ايه ضغطه خفيفه ونسيبها تستريح. ده شكل الفطير بتاعنا بعد ما احنا شكلناه كله. هسيبه يعني 10 دقايق كده ربع ساعه يستريح، وبعد كده ايه نحط له اللحمه المفرومه. بعد ما سيبناه 10 دقايق يستريح بايدي كده، وهبدا اديله فرده بسيطه بالشكل ده، فرده صغنطوطه خالص اهي. ونجيب بقى كرات اللحمه بتاعتنا ونحطها في النص بالشكل ده. شكله تحفه والله. احنا لسه هنفرد، بس ايه نحط اللحمه كلها الاول. نضغطه بالشكل ده ونحاول ايه نظبطه عشان يبقى زي المستطيل كده. بصوا اهو. طبعا اللحمه بتساعدنا ان هو يتفرد بسهوله اهو. بصوا سهل جدا، وشكله في الاخر بيبقى الفينش بتاعه تحفه. بصوا اللحمه خليته ايه يثبت ما يلمش تاني. بعد ما خلصناهم هنسيبهم 10 دقايق نكون سخنا الفرن على درجه حراره 180. هتاخد معانا في الفرن 20 ل 25 دقيقه. هروح ادخلها الفرن وارجع لكم. ده شكل الفطير بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. وناخد كده من قلب الصينيه ونديله دهنه كده من فوق عشان يدينا لمعه حلوه. بصوا شكلها حلو قوي. وده شكل الفطير بتاعنا اللي باللحمه المفرومه بعد ما خلص. بصوا شكله ازاي، شكله حلو قوي ولونه خطير. مدي على برجر. عماد مقتنع ان هو برجر. ايوه بصوا خطير جدا. هتدوق يا توته ولا ايه؟ انطونيوس جاي يدوق عشان هيقرفنا لو ما دقش. اتفضل. عماد عايز يحطهم مع بعض سندوتش كده ويحط من جوه كاتشب. خد يا عماد دوق. ادوق واحده بس. هات كاتشب طيب. لا ادوق واحده الاول من غير كاتشب. شكلها تحفه بجد. بصوا اللون من تحت تحفه قوي. حلو قوي. ايه رايك يا توته؟ بصوا فطير كده، بصي عامل ازاي. طبعا اللحمه دسمه
فبصوا منزله دهون كده عليها. حلو قوي، شكله حلو. بص اهو بجد شكله حلو وطعمه خطير. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك والتيك توك باسم نرمين سوي. اشوفكم على الف خير. باي باي. توتا بياكل مش مركز في حاجه تانية. قول لهم باي.